السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا، مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم عاملين إيه؟ أخباركم إيه في رمضان يا جماعة؟ أنا الحمد لله مبسوط قوي برمضان ده لسببين. السبب الأول إن ده أول رمضان الدنيا تبقى الحمد لله أهدى معايا شوية في الشغل، فقادر أخد وقتي في العبادة الحمد لله. السبب التاني إنه جاي في الشتاء يا جماعة، انتوا متخيلين؟ نهار قصير قوي، وبالأخص إنك مش بتعطش جامد، فالحمد لله الدنيا بقت ألطف وأحسن بكتير. فأنا مبسوط أوي أوي الحمد لله برمضان ده، وأتمنى أنتوا كمان تكونوا مبسوطين. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن رمضانيات زمان ودلوقتي، وإيه الدنيا عموما. فأهلا بيكم في الحلقة الخامسة من بودكاست نص الليل، وبسم الله نبدأ حلقتنا الجميلة. هاخدكم بس لحتة عامة شوية كده ونرجع لموضوعنا تاني. كل سنة أكيد أنا واثق إن الناس دايما بتقول ما بقيناش بنحس برمضان زي زمان، أو رمضان بقى بيجري قوي، وكل الكلام اللي من نفس الحتة دي كده. هل معاهم حق؟ معاهم حق جدا. بس ده عموما مش رمضان وعيد وأي مناسبة دينية بس، لا، ده الحياة كلها بقت سرقانة، والدنيا بقت وتيرتها سريعة فوق ما تتخيلوا، بسبب عوامل كتير قوي، منها الشغل والسوشيال ميديا والمقارنات اللي بنحط نفسنا فيها مع الغير، وحاجات بتخلينا ننسى فضل ربنا علينا ونعمه كتير في حياتنا، مش مخلينا بنشكر ربنا دايما. ومش بقول ده عشان أقولك إنك غلطان أو كده، لا، للأسف كلنا دخلنا في الدوامة دي، ودايما أي حد فينا بيقع في الحتة دي بالغلط، وأنا بقع فيها كتير، ولاقي نفسي من فترة للتانية محتاج أفكر نفسي بالكلام ده عشان أهدى على نفسي كده شوية. طب هل أنا مستعجل إني أوصل لحاجة بسرعة قوي؟ هل أنا المفروض أعمل مثلا فلوس بقدر معين في وقت ما معين؟ هل المفروض أوصل لمنصب في وقت ما معين؟ أنا شايف إنه لأ، شايف إني المفروض أسعى عموما، أوصل للحاجات دي مفيش مشكلة، بس هل أنا مربوط بوقت ما معين، يعني في ديدلاين مثلا عايز ألحقه؟ لأ إطلاقا إطلاقا. بصوا، اختصارا بس للحتة دي أنا هقول لكم حاجة أنا قريتها من أيام ثانوي وعجبتني قوي، ومعلقها عندي على الحيطة قدام المكتب من وقتها، بس كلامها ثابت في دماغي جدا، وبقوله من فترة للتانية ولازم أفكر نفسي بيه. بتقولك إيه بقى؟ بتقول: اسعد بما لديك واحمد الله عليه، ولا تنظر أبدا لما في يد غيرك، ولأن الله هو العادل الحق، فبالتأكيد أن ما تملكه أنت لا يملكه غيرك، والعكس صحيح، أن ما يملكه هو لا تملكه أنت. فهمتوها؟ آه، خليها في دماغك، خليها في دماغك على طول، وفكر بيها نفسك دايما. لأ ما فهمتهاش مش مهم، خلّيها قدّامك وتفهمها مع الوقت، وأنا هابقى أتكلّم معاكم فيها بعدين أكتر. نرجع بقى لموضوعنا بتاع رمضان. كده رمضان كل سَنة بيجري؟ لأ، رمضان مش بيجري، إحنا اللي بنجري عشان نحقق حاجات إحنا مش مطالبين نحققها إطلاقًا، فخلّيك عارف إنك المتحكم في الوقت، وإن الوقت معاك دلوقتي مش معاك بعدين، فحاول تستغلّه صح وفي الحاجة اللي تنفع، بلاش نستغلّه في الغلط أو الحاجة اللي تضر. زمان وأنا صغير كنت فاكر رمضان ده مجرد شهر هنصوم فيه كل يوم ونفطر وخلاص كده، وده المطلوب مننا. مؤخرا حسيت إن رمضان ده عامل زي ريمايندر اللي عندك على الموبايل كده، بس ده من ربنا وثابت معاك كل سنة. ربنا بيقولك تعالى اعبدني واستغفرني وأنا الغفار الرحيم. ومؤخرا برضو فهمت إن مش لازم أكون صح طول السنة عشان أتعبد في رمضان. سمعت حد من الشيوخ يعني بيقول: ما تتكسفش من نفسك ومن عباداتك إنها مش أظبط حاجة، وبتيجي في رمضان تظبطها 10/10، بالعكس افرح إنك بتعمل ده وقادر تتحكم فيه، وإن شاء الله توصل إنك على طول تبقى عباداتك مظبوطة وصح، وربنا يقدرنا كلنا ونقدر نعمل ده.
ما فيش حد ما بيغلطش عشان نبقى فاهمين بس وعلى دراية كاملة بالموضوع ده. نيجي بقى لكام نقطة كنت باحب أعملها زمان، مؤخرًا بقيت بازهق منها أو باقلل منها عن اقتناع تام إن دلوقتي ده الصح، مش عارف هتفضل قناعاتي كده والّا إيه. زمان كنت باحب أجيب صواريخ جدًا وأفرقعها، بس زمان كانت الصواريخ توت وكده مش زي بتاعة دلوقتي، دلوقتي بقى الموضوع صعب أوي، دي مش صواريخ يا جماعة، دي قنابل نووية، قنابل ذرية، يعني ما بقيتش فاهم إيه ده، إيه ده بجد، دي خطوات مرعبة، مرعبة بشكل فَج، يعني الموضوع بالنسبة لي بقى رعب، أنا بابقى ماشي في الشارع مرعوب بجد والله خايف وonce بس إن أشم ريحة بارود بابقى خلاص دقات قلبي ضربت في السما خلاص، ما أعرفش ليه، يعني ما أعرفش إيه اللي وصّلني لكده مع إني صغير، يعني أنا لسه مش كبير سِنًا عشان أبقى بالرعب ده، فما بالك الناس الكبيرة في السِن وإنها توصل بيها الحال إنها تبقى مرعوبة برضه زيي كده في الشارع مثلًا، فالموضوع بقى غريب أوي، يعني لو أنت ماشي في الشارع كده وشميت ريحة بارود، وريحة بارود بقى إيه عمّالة تتكرر طول ما أنت ماشي مثلًا على مدار 10 متر مسافة تحس إن الصاروخ في قفاك، فبابقى ماشي اللي هو حاسس إن أنا في حاجة هتفرقع في قفايا حرفيًا يعني. الموضوع بقى مسبب لي قلق كده على طول، طول ما أنا ماشي في الشارع حاليًا، أو حتى في البيت، لإن فجأة تسمع صوت انفجار مدوي في أرجاء البيت، تحس إن لا قدر الله أنبوبة فرقعت مثلًا في بيت جنبكم والّا حاجة. مش فاهم بصراحة ليه بقى الوضع كده مؤخرًا، وإيه كمية الصواريخ دي بجد؟ مين اللي يعني مين اللي مدخّل هذا الكَم في البلد بجد والله يعني، مين اللي عنده المصلحة دي؟ وبعدين بقيت بقى مؤخرًا باشوفهم بيتباعوا على ترابيزات في الشارع وده غريب جدًا، كان زمان الموضوع تهريب كده من تحت لتحت في كشاك وفي محلات مثلًا يعني، فما بقيتش فاهم إيه ده؟ إيه البجاحة اللي الناس بقت فيها دي؟ وبعدين أنا باسمع الأصوات دي وحتى بعد 00:00 اللي هو يا جماعة فين أهالي العيال دي؟ والّا أهالي إيه بقى؟ ما أصلًا بالاقي ساعات ناس المفروض إن هُم كبار بيفرقعوا نفس الأصوات العجيبة دي برضه ومبسوطين، ما أعرفش على إيه والله، يعني بس الموضوع بقى غريب أوي. ليه بقى العيال متسابة كده كمان لحد الفجر في الشوارع بتعمل دوشة بالشكل ده؟ هو مش إحنا في دراسة تقريبًا والّا أنا متهيأ لي؟ عشان بس أنا بقيت حاسس إن أنا يعني المواعيد بقت متلخبطة، وبعدين من ساعة بقى ما الواحد دخل في دوامة الشغل دي بقى له فترة فما بقاش حاسس بأجازات ودراسات، بس اللي أنا عارفه وفاهمه إن الناس في دراسة دلوقتي يعني، فمش فاهم إيه العيال اللي متسابة في أوقات لحد بالليل أوي كده وعاملين دوشة في الشوارع دي. هو أصلًا فلوس الحاجات دي بقت مُبالغ فيها جدًا، يعني الصواريخ والبومب ما أعرفش ما بقاش في بومب تقريبًا زي زمان يعني، بس الصواريخ والحاجات ديّة فلوسها بقى مُبالغ فيها جدًا، أنا آخر حاجة فاكرها أنا اللي اشتريتها يعني كانت ال5 صواريخ صُفر كده صغنّنين خالص كانوا بجنيه، دي آخر حاجة أنا فاكرها، يعني مش فاكر بقى هل كان في بعد كده والّا إيه، بس يعني ده اللي أنا فاكره كويس يعني. ودلوقتي الموضوع بقى الصاروخ مثلًا بقى ب10 جنيه و50 جنيه و100 جنيه، بس عشان ما تقولوش إن أنا يعني قديم أوي، أنا 29 سَنة، فأنا مش كبير أوي يعني، فالطفرة اللي حصلت في فرق الأسعار دي بقت غريبة أوي بالنسبة لي بصراحة، أسعار غير مبررة بالمرّة، وإيه ده مش فاهم بصراحة. والأهالي ديّة اللي سايبة عيالهم أو بيدّوهم فلوس، دول نوعهم إيه؟ يعني هل دول مثلًا أحفاد أبو الهول، رأس إنسان جسم أسد؟ لأ، لا، 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 لأ، دول جسم إنسان راس كلب، حاجة كده يعني حاجة في الrange ده، لإن الموضوع بجد بقى بالنسبة لي عجيب وغريب، إزاي الأهالي بيدّوا عيالهم هذا الكم من الفلوس يفرقعوه، يعني ما بقيتش فاهم، زمان كان الجنيه ليه قيمته وأنا عارف ده كويس، بس كانوا 5 صواريخ بجنيه. متخيّل 5 صواريخ، وبعدين بنفرقع صاروخ صاروخين مش 10، 20 في أقل من ربع ساعة، الموضوع دلوقتي بقى غريب بصراحة، الواحد بيبقى يعني للأسف بقى كمان تبقى مثلًا بتصلّي تراويح والّا بتصلّي أي حاجة من بعد الفطار، وتلاقي في المسجد مثلًا عشان حد فرقع قنبلة من القنابل الذرية دي قريب من المسجد، فتلاقي الصوت دخل لحد مايك المسجد وعمل صوت أكبر في مايك المسجد، فبالتالي بيبقى في رعب من كل الأماكن ومن كل حتة وحاجة بقت غريبة بصراحة يعني. والله يعني الله يهديهم ويهدي أهاليهم، بس لو أنت أو ابنك أو أنتِ أو ابنِك أو بنتِك بيعملوا كده، فبلاش يا جماعة، يعني راعوا الناس، والله عيب أوي اللي إحنا وصلنا له ده. عيب كده يعني، وهارجع وأقول أنتم المتحكمين في عيالكم يا جماعة والله، أنتم المتحكمين الكاملين في عيالكم، فيعني استهدوا بالله كده والله يهديكم جميعًا يعني.
نيجي بقى لنقطة تانية، ألا وهي التلفزيون، بكل ما تحمله الكلمة من معاني وإعلانات ويتخللها بعض المسلسلات. أنا كده في العموم كاره للتلفزيون كفكرة، أو القصد أكتر يعني الدِش، يعني بقنواته بحاجاته. أنا ممكن أجيب تلفزيون لأجل بس إني أتفرّج على اللي أنا عايزه على شاشة أكبر، مش هاقعد أقلِّب في قنوات باحس إني باتذلّل عشان أتفرّج على حاجة عليها. المهم يعني نرجع لموسم رمضان في التلفزيون وشكله مؤخرًا بقى عامل إزاي. لسه كانت ماما من كام يوم كده بتقول لي إعلانات السنة دي حلوة أوي، ممكن نتفرّج على إعلانات بس مش لازم يجيبوا لنا مسلسلات والكلام ده. قُلت لها: "ما هُم بيتقاتلوا في الإعلانات في رمضان بالأخص لأجل المسلسلات أصلًا اللي الناس بتتفرّج عليها." يعني هي ناس already بتبقى داخلة رمضان عندها target تخلّص 10 مسلسلات، فهو الإعلانات أصلًا هي الإعلانات بتبقى جامدة وقوية ليه في رمضان؟ لك أن تتخيل إن الإعلانات دي بتبقى كده علشان الناس بتتفرّج على مسلسلات، فنسب المشاهدة طول ما هي عالية، طول ما الإعلانات هتدخل أكتر، لإن ده business، ده business وليلة كبيرة أوي كبحر، يعني ما مش هادخل فيه لإني لا أفقه فيه القدر الكافي يعني. بس من من قريب كنت سمعت حد شغال في الmedia يعني بيتكلم في podcast بيقول إن شركات الاتصالات، ولكم أن تتخيلوا بقى يعني إعلانات شركات الاتصالات اللي هي بقى بتبقى جايبة كمية ممثلين لا حصر لهم. ولو تفتكروا زمان خالص اتصالات لمّا كانوا جايبين كمية ممثلين وتُقال يعني أول ما اتصالات نزلت مصر. ليه الشركات يعني ليه اشمعنى شركات الاتصالات هي اللي بتدخل في الحتّة ديّة أو بيجيبوا كَم الممثلين دول؟ بيقول لك لإن budget بتاعة إعلانات شركات الاتصالات هي أعلى budget في الإعلانات عمومًا في الساحة. يعني موضوع مهول، يعني كَم فلوس بيُضخ في الإعلانات من شركات الاتصالات دي بطريقة غريبة وعجيبة. فبيقول لك بيبقوا الناس بيتنافسوا إن هم يدخلوا في الحتّة دي، يعني الشركات بقى المتخصصة في الإعلانات وتصوير ومش عارف إيه وكل الحاجات دي. فبيقول لك كل الناس اللي بتدخل في الموضوع ده هم ربحانين، ما فيش حد خسران من الموضوع ده خالص يعني، وربحان ربح كويس يعني. لك أن تتخيل إن حتّة الإعلانات دي هي بتبقى بهذا الكَم في رمضان ليه؟ عشان إحنا اللي عملنا كده، يعني إحنا برضه اللي نَفْسنا اللي عملنا ده. آآ وإحنا اللي زوّدنا الإعلانات دي. عارف أنت كان زمان يقول لك إيه، مسلسلات في وسطها إعلان، إعلانين، دلوقتي بقت إعلانات في وسطها 5 دقايق مسلسل، يمكن أقل من 5 دقايق كمان. الموضوع بقى غريب جدًا، بتقعد تتفرّج مثلًا على إعلانات بال10 دقايق والربع ساعة، كَم رهيب لا حصر له يعني. وبعدين الإعلانات بالنسبة لي أنا ما بقيتش فاهم هو في إيه حوالينا، يعني compound وراه مستشفى بتتبني ب ب بنجمّع لها تبرعات، وراه إعلان شركة من شركات الاتصالات وكمية ممثلين فيها طبعًا زي ما اتكلمنا. فيعني ما بقيتش فاهم إيه السلطة اللي إحنا فيها دي، يعني حوار غريب أوي يعني. ما عنديش مشكلة والله كل واحد يعلن عن اللي هو عايزه، بس الموضوع بقى أنا بقيت يعني كمتفرج كده من بعيد مش فاهم هو إيه اللي بيحصل، يعني في حاجة غلط، حاجة غريبة بتحصل يعني. خلصنا من الإعلانات بقى، نيجي للمسلسلات وكميتها المهولة اللي عمّالة تزيد سَنة عن التانية. أنا كحسام في الغالب مش باتابع، ولو تابعت باتابع حاجة كوميدية في الخفيف منّه كده، وعلى منصة من المنصات اللي بندفع لها دي عشان أنجز حالي، لإنّي قُلت مش باحب التلفزيون خالص، فبانجز حالي على حاجة من دول وأنا باعمل حاجة تانية. وكمان عشان ما أضيّعش فرصة رمضان وإنّي أتعبّد يعني في حاجة من الحاجات اللي زي دي. وباحاول إني يعني ما أدخّلش ديّة في حياتي أوي في رمضان، لإنها مشتتات. هي شئنا أم أبينا هي مشتتات، حاجة بتاخد وقتك، بتسرق منّك وقتك، وده اللي بيخلّيك تدخل في دوّامة إن الدنيا بتجري والوقت بيجري ورمضان بيجري فاهم، كلام كل سنة اللي بيتقال ده. ده غير إن أغلب المسلسلات دلوقتي بقت بتتصدّر صورة مش صح عن عاداتنا وتقاليدنا وكلّها قتل ودم وحاجات ما بقيتش فاهمها. إزاي الحاجات دي متسابة كده بجد؟ في حاجات قليّلة أوي اللي بتبقى هادفة وكويسة وخفيفة يعني، زي مثلًا موضوع عائلي وده حاجة مش من حاجات رمضان يعني، أو مثلًا أشغال شقة، مع إن برضه عندي شوية تحفُّظ في حاجات فيه كده ومطلّعين الراجل
توتو كده ومش يعني مش قادر يتحكّم في بيته ومامته اللي ممشّية الدنيا أو يعني عندي شوية تحفُّظات على الحتّة دي شوية، بس أغلب حاجته فيها حِتَت هادفة وبيعرف يوصّل لك حِتَت هادفة بشكل كوميدي ولذيذ وجميل. ف يعني ليه الدنيا يعني ليه الحاجات ما تبقاش كلّها كده ومش هاقول لك مثلًا زي زمان المسلسلات كانت بتعمل كذا وكانت بتعمل كذا، لأ ما هو أنت قادر تعمل ده دلوقتي، وبالعكس ده أنت دلوقتي معاك الفلوس والتكنولوجيا وكل حاجة إنك تقدر تعمل ده بشكل أحسن، بس أنت عارف إن دلوقتي الناس في الغالب ده اللي مش يعني ده مش هيجيب مشاهدات أوي. بس حاجة كوميدية مثلًا من الحاجات اللي زي دي بتجيب مشاهدات، ويعني هل موضوع عائلي مش ما نجحش؟ لأ نجح، وموسم أول وتاني كانوا كويسين جدًا يعني، يمكن التالت بالنسبة لي ما كانش يعني كان تحصيل حاصل، بس يعني الموضوع طالما فيه كوميديا بينجح، وكوميديا لذيذة مش كوميديا سخيفة يعني. هييجي حد بقى يقول لي: "طب أنت بتقول أهو إنك بتتابع برّه أو بتتابع برّه التلفزيون يعني عشان تبقى متحكم في اللي أنت بتشوفه." وإنك تبقى قادر تتحكم في الوقت، طب إيه اللي مضايقك؟ هاقول لك ما هو مضايقني إن الحاجات دي بقت متسابة بشكل كإنه بيقول لك ده الصح اللي بنروّج له، وعادي يعني لو حد مثلًا بيشرب خمرة والّا بيعمل حاجة غلط، والمصيبة الأكبر بالنسبة لي بقى إنك لو حتى بتعدّي الحاجات دي عادي، بس يعني بلاش في رمضان، يعني at least بلاش رمضان، ابعد عن رمضان يا عم. يعني ربنا يعني يصلح حال الجميع وحال الحياة اللي إحنا بقينا فيها دي كلّها يعني. نيجي بقى لنقطة مهمة، ألا وهي العزومات، العزومات وتضبيطات الفطار مع الصحاب. نيجي لتضبيطات الفطار مع الصحاب، باحس إن دي أحلى حاجة في رمضان، رمضان بيحب اللمة وباحس مؤخرًا بقى أسهل حاجة، أنا اللي حاسس مؤخرًا مش رمضان مؤخرًا، أنا اللي بقيت مؤخرًا حاسس إن ده أسهل حاجة تضبّط فيها فطار مع صحابك، لإن ببساطة كلّكم هتاكلوا في وقت واحد، فالموضوع ما فيهوش نقاش يعني، وأغلب الأماكن الشغل أو الشركات بيضبّطوا مواعيدهم في رمضان على قبل الفطار، بعد الفطار، فنقطة الفطار دي خلاص يعني لا جدال بها يعني مش هينفع يقول لك مثلًا لأ كمّل شغل وأنت بتفطر يعني، فما فيش. إلا طبعًا الحاجات الحيوية الطوارئ والحاجات اللي شغّالة 24 ساعة لا تتوقّف ديّة يعني. بس يعني أغلب أماكن الشغل بيضبّطوا مواعيدهم على الفطار، يعني قبل الفطار، بعد الفطار، فلو تتجمّعوا عشان بس تفطروا دي حاجة برضه كويسة، وحاول تعمل ده ما تكسّلش ولا تكنسل فطار عشان مكسّل تنزل تفطر بس، وبعدها مثلًا هتروح شغل أو كده، لأ بالعكس اعمل ده وروح الشغل مشحون طاقة كده إنّك شُفت صحابك، كده الناس ما بقِتش تتقابل كتير بسبب الشغل، الناس بقت مؤخرًا يعني أغلبها شغّالة شُغلانتين ويمكن 3 فبقت تضبيطة خروجة عادية دي من المستحيلات في الوقت ده، إنّك تضبط إنّك تجمّع الناس دي يعني تجمّع مثلًا ليك 10 صحاب، 5 صحاب، إنّك أصلًا تجمّع ال5 دول بمواعيد شُغلهم في العادي، دلوقتي الوضع بقى صعب، فاستغل فرصة رمضان دي واتجمّعوا. ومع العزومات بقى في البيوت بنيجي لنقطة مهمة أوي، هي الأكل وكميّاته. أرجوكم بلاش كميات ما شاء الله كبيرة وتترمي دي، ربنا يكرم الجميع يعني وكُلّه حُر يعمل اللي هو عايزه، أنا مش باحاسب حد، بس القصد رمي الأكل ده مش صح يعني، فلو هتاخد في طبقك خُدها على قدّك عشان ما حدّش من أهل البيت اللي أنت رايح له هياكل اللي باقي في طبقك وبالمثل، مش هينفع تطلّعه لحد برضه في يعني ياكله، تطلّعه لله يعني حد ياكله، ففي الأغلب بيترمي صح؟ لكن لو أخدت على قدّك وخلّصت طبقك، الدنيا هتبقى أفضل، لإن الطبق الأساسي اللي أنت خدت منّه لسه بكميته ده زي ما هو، فيا إمّا أهل البيت هياكلوا منّه بعد كده، أو هيعرفوا يقسّموه في أطباق بشكل نضيف ويطلع لله لناس غلابة، فخلّيك إنسان حسيس، ما تبقاش إنسان خسيس، ها، كُل على قدّك يعني بالهداوة كده، بالهداوة، يعني أنت عارف إن كده أنت إيه، بتاخد وقت عقبال ما بطنك تحس بالشبع، فاهدى على نفسك شوية بلاش المرحلة اللي بنوصل لها إن إحنا ما بنبقاش قادرين نتحرك من على الكنبة بعد الفطار دي. بس وفي النهاية يعني أحب أفكّركم إن رمضان شهر عطاء وكرم ومش هو بس اللي كده، بس بيزيد فيه الخير يعني، فحاول تعمل خير أكتر، وحاول تتقرّب من ربنا أكتر، وابعد عن المشتتات وقرّب للناس أكتر، وافطر مع صحابك وعيلتك.
وخلّيك راجل معطاء كده، ربنا يكرمك ويكرمنا جميعًا، ويا رب يكون شهر جميل وخير وبركة عليكم وعلينا. كل سنة وأنتم طيبين. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.